بتكلم بتلقائيه شديده جدا. بيبقى حديث عادي، بيروحوا واخدين جمله من سياق الحديث طالعه ترند. انا لا بيطلع ترند على لبس فاضح او على تصرف فاضح او على مثلا على كلام خارج او على كلام اوفر. بيطلع جمله من سياق حديث بتلقائيه، فالناس بتحبها وتتداولها. فنانين كتير عملوا الجمل بتاعتي ترند، وفنانين كتير قوي على التيك توك وعلى السوشيال ميديا الحمد لله. يعني شايفين ان انا شخصيه تلقائيه وعفويه. لو هنقول ايه اكتر ترند في 2022، احنا خلاص بننهي 2022. هو انا كاريزماتيك ده عايزه اقول لك من شهر 5 لغايه دلوقتي، شوف اهو 7 شهور. مروه عبد المنعم عملته، لقاء الخميس عملته، عمرو عبد العزيز يعني فنانين وناس على السوشيال ميديا وانفلونسرز كتير عملوه. لانه جمله جميله. يعني انا كاريزماتيك، في البيت لفت النظر في حاجه ما كنتش واخده بالي منها، في البيت لفت نظري ليها. انا كاريزماتيك، والكاريزما دي من عند ربنا، لا ليها علاقه لا بنجوميه ولا بتاريخ ولا بفلوس ولا باعمال. انا لو قلت ريان يا فجله هتشاف. والكاريزما دي من عند ربنا. انا لو لا لي علاقه لا بمكياج ولا بلبس. الناس حباني عشان بتكلم بتلقائيه وعشان بتكلم من قلبي. كلام كله عادي بالسياق عادي. الجمله لفت العالم، لفت العالم. فنان غادة إبراهيم شفنا الفترة الأخيرة وفي ترند تاني اللي هو شايفه نفسك مثيره. قلت لهم انا افضل مثيره صوتي بيبقى انا البحه في صوتي طول عمري، يعني حتى العيله فيهم نفس البحه. قلت لهم افضل مثيره لاخر يوم في عمري وسكسي وحلوه. وبعدين قلت لهم لا انا مش حلوه، انا اتراكتيف كاريزماتيك. فده اخد لسه مروه عبد المنعم عامله الفيديو ده، لسه مروه عاملاه على التيك توك.